مش هقرا الورقه الاول، انا هقول ان الممثل ده اللي هياخد الجايزه اول مره يقف قدام الكاميرا كان معايا، وهو اخوه كبير صديقي جدا، فهو بني ادم جميل جدا، ولفهمه الناضج والمتوازن للطبيعه الشخصيه التي يؤديها، ولقدرته على منحها هذا المزيج النادر من الحزن والتأمل والرغبة في الحياة. جائزة أحسن ممثل للفنان القدير خالد أبو النجا. مشاركني في كذا فيلم من دلوقتي كمان الذي بيعتذر عن عدم وجوده معنا النهارده، كان نفسه يكون موجود، لكن سابني انا مهم اني استلم جوائز افلامه اللي بقالنا مده الحمد لله بنستلم جوائز كتير لافلام مسلم بتاع شوكولاته او فيلا 69 او 10، فتحيه كبيره لمحمد حفظي مبدئيا. لو في قلب كبير ورا فيلا 69 فهو شباب مصر اللي بيحب السينما، واللي في وقت صعب جدا وقفت فيه السينما التجاريه عن الانتاج عمل افلام النهارده هي اللي موجوده وهي اللي بترفع علم مصر في اي مهرجان على مستوى العالم. تحيه كبيره لمجموعه الشباب اللي قدموا افلام فعلا لو في قلب كبير هيقدر ينتشر مصر من الوضع اللي احنا فيه فهم الشباب دول. حاجه بسرعه انا عايز اقولها عن الفيلا. الفيلا دي كانت معروضه للبيع، لما اهلها جات فرصه ان احنا نصور الفيلم، حبوا ان الفيلم يوفق الفيلا قبل ما تتباع، في مستثمر هيشتريها ويديها. لكن لما حصل ان احنا صورنا الفيلم وفي اخر الوقت ده كان اتغير النظام، المستثمر كمان غير رايه، فالفيلا النهارده لسه موجوده، فهي حق كبير. فيلم فيلا 69 انقذ هذه الفيلا، وزي ما الفيلا كانت في خطر وما زالت شويه في خطر مصر، لكن اللي بينقذها خطوه بخطوه دايما كان فيلم زي فيلا 69. فتحيه كبيره لكل من ساهم في هذا. لانه الفنان خالد ابو النجا ذكر فكره الافلام التجاريه وافلام المهرجانات زي ما اصطلح تسميتها. ده كان سؤال متهيألي سالناه لابونا بطرس واحنا في اثناء ما كان بيشاركنا باسماء الافلام المختاره، اذا كان في امنيه نتمناها انه في السنوات القادمه تكون افلام المهرجانات هي الافلام اللي بتعجب الذوق العام، هي الافلام اللي كمان بتحقق ارباح لمنتجيها، هي الافلام اللي بتشارك في تغيير الذوق العام. فدي امنيتنا ليكم جميعا صناع هذه الافلام الراقيه.